ناس كتير بتسأل شكل اختبار الناتي CCL بيكون عامل ازاي؟ يعني بيبقى حوار ولا امتحان ترجمة مكتوبة؟ الاختبار كله عبارة عن 2 dialogues، الاختبار كله عبارة عن 2 حوار وبتسمعهم في شكل تسجيلات صوتية، وفي كل حوار بيكون فيه شخصين بيتكلموا مع بعض، شخص بيتكلم انجلش والتاني بيتكلم عربي، وانت قاعد مترجم وسطهم، بتسمع الجملة باللغة الانجليزية وبعد كده بتترجمها للغة العربية للشخص العربي، بعد كده الشخص العربي بيقول جملة باللغة العربية فانت بتقوم واخدها ومترجمها للغة الانجليزية للشخص الاجنبي، وهكذا. وانت بتسمع مسموح لك تكتب ملحوظاتك على ورقة عشان تقدر ترجع ليها وقت الإجابة، وده بيساعدك جدا خصوصا لما الجزئية تبقى طويلة شوية. والمواضيع اللي بيجي منها الأسئلة بتكون من الحياة اليومية في استراليا، زي مثلا محادثة ما بين مريض وطبيب، محادثة ما بين مديرة مدرسة وولي أمر، وهكذا. وكل حوار متقسم من 10 ل 12 سيجمنتس يعني جزء صغير، بتسمع الجزء وبعد ما بيخلص بتسمع صوت صفارة، وساعتها لازم تترجم فورا للغة التانية، يعني الجملة الإنجليش هتترجمها للغة العربية والجملة العربية هتترجمها للغة الإنجليزية وهكذا. وخلي بالك الامتحان كله بيتسجل من أول لحظة لحد آخر ثانية، وبيخلص كله في حوالي من 15 ل 20 دقيقة.